ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفة حلوة. طبعا لو فاكرين ده صدر الفرخة اللي احنا كنا شايلينه من الفرخة اللي كنا بننضفها ونغسلها وعملناها وشويناها. هنعمل بيه مكونات، يعني هنعمل بيه أكلة حلوة قوي، وهنعمل فطار خفيف لذيذ كده على قلبنا هيعجبكم. بصوا، ببطاطساية وبصلتين وليمونة وعودين كده من البقدونس. حطينا هنا البصلتين وحطينا هنا عود البقدونس. تمام. وده صدر الفرخة سوري. ده صدر الفرخة اللي احنا شلناه من الفرخة اللي احنا كنا جايبينها. عشان تعرفوا بس الفرخة مش بس ممكن تعملوا منها وجبة، لأ، يعني ممكن نعمل منها وجبتين. نقسمها على مرتين، مفيش أي مشكلة خالص. أنا هقطع هنا كده صدر الفرخة دوت قطع صغيرة كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام كده. وهضرب كل الحاجات دي مع بعضها في الكبة، يعني اللي هو كل ده هخليه يندمج مع بعضه دلوقتي. بس قبل ما اعمل كده طبعا ان انا هبشر بصلايه، هبشر بطاطسايه. واهم حاجه بقى من ده كله نصفي الميه بتاعه البطاطسايه. بصوا، احنا كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي هتندمج مع بعضها، مش هتبقى باينه خالص يعني. وبأقل حاجه اعملي فطار وحاجه كده جميله وحلوه وسهله وبسيطه. بصوا، انا بصفي الميه بتاعه البطاطس بعد ما بشرتها، شايفين بالشكل ده كده. هضرب الاول البصل مع البطاطس مع عودين البقدونس، واحط بقى عليهم كمون، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر. احط برضو هنا يعني رشة كده من جوز الطيب لو عندك. واضرب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما يبقى مفروم ناعم بالشكل اللي احنا شفناه ده. تمام. هنا ده البصل البودر والثوم البودر. ونحط بقى هنا بعد كده بقى الكفتة بتاعتنا او الرئيس بتاعنا، يعني اللي هو صدر الفرخة، وده الملح طبعا. ونعمل كل ده مع بعض في الكبة كده زي ما احنا شايفين. بصوا، الوصفة دي جميلة قوي ومختلفة، وهتبقى هتحسوا مثلا ان العجينة بتاعتها دي لازقة كده، بتلزق في الايد، فما تقلقيش منها خالص. احنا هنشوف بس دلوقتي هنعمل ايه مع بعضينا. ده شغل كده فاخر كده وكلام جميل. وبصوا في صدر الفرخة ما شاء الله عمل معانا كمية قد ايه. شايفين هي كده لسه بتلزق. احط لها كده 3 معالق من البقسماط بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. 3 معالق من البقسماط. ونقلب كده الكلام ده كله مع بعض. برضو لسه بتلزق، ما تقلقيش خالص. هنحطها كده نص ساعة في التلاجة. ونقطع بقى البطاطس اللي هنعملها جنبها. انا هنا مش هعمل اي حاجة خالص جنبها غير بطاطس شيبسي وبطاطس صوابع يعني. بصوا البتاعة دي بقى لا غنى عنها في المطبخ معايا. يعني دي بتقطع لي الشيبسي، وتقشر لي بقى جزر، وتقشر برتقان، وتقشر كل حاجة انت عايزاها. بصراحة بتنجز معايا وبتسعفني يعني. بصوا، بتخلي قطعة الشيبسي جميلة قوي وحلوة ومش بتتقطع ولا اي حاجة. انا هخلص كل الشيبسي بالطريقة اللي احنا بنعملها دي، وهغسله وهحط عليه مية. وبدل ما احط عليه ملح عشان الشيبسي يطلع معانا مقرمش كده وجميل، لا، انا هحط عليه خل، مش هحط عليه مية ملح. تمام كده. هقطع بقى بقية البطاطس دي تقطع صوابع بالشكل ده. طبعا احنا كلنا لا غنى عن البطاطس في بيتنا يعني، فكلنا من عشاق البطاطس، مفيش حد ما بيحبهاش. وهي اكله يعني فطار خفيف ولذيذ وبربع كيلو برضو يعني يعتبر ربع كيلو بانيه، يعني مش حاجه، فاهماني؟ يعني من صدر فرخه عملنا الجمال ده كله. هنا خلاص بعد ما انا بقى دي ميه ما فيهاش اي اضافات ولا اي حاجه. ودي الخليط بتاعنا اللي هو بصدر الفرخه. وده بقى بقسماط يعني بقسماط كده فيجيتار. بصوا بقى، عشان انتوا هتلاقوها برضو بتلزق شويه، مش هتنفع ان انتوا تاخدوها من على طول من بوله للبقسماط. لا، انت هتبلي ايدك ميه. تمام. وهتاخدي من الخليط ده اللي هو الكفته بتاعت البانيه او كفته الفراخ يعني. هتبلي ايدك وبعد كده تشكلي بقى زي ما انت عايزه صوابع، تشكليها دواير زي ما انت حابه. اهم حاجه بلي ايدك قبل ما تاخدي من الخليط بتاع الفراخ. تمام. لانك لو ما بلتيش ايدك البله اللي بقولك عليها دي، اللهم صل على النبي، يعني ايدك بصي مش هتبقى، بصي هتفضل تلزق معاكي ومش هتحسي بقى، هتحسي ان الموضوع باظ منك وكده. لا، احنا مش عاوزين كده. خلصتي كل الكميه بقى، يلا بينا على ايه؟ على الزيت.
غلفتها طبعا بالفيجيتار زي ما احنا شايفين. طبعا بصوا هتلاقوها بتنفش كده معانا، هتبقى حاجة حلوة قوي 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 بجد والله العظيم. وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة وهتعجبنا. بصوا عاملة قلبت على طعمية دلوقتي. طب يعني ينفع بقى ده كلام؟ شايفين؟ عايزة اقول لكم من احلى الوصفات اللي هتحبوها جدا. انا هنا خلصت وعملت هنا بقى الكلام اللي احنا شايفينه ده. عملت بطاطس الشيبسي، وعملت بطاطس صوابع، وده كان هنا بابا غنوج عندي، وجارتي بقى دخلتني طبق محشي كده جميل، تسلم ايديها. وطبعا وبس. وده كان معانا الفطار بتاعنا اللذيذ بصدر فرخة عملناه، ويبقى أقل تكاليف. بصوا كل التوابل طبعا موجودة عندنا. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم.